ايه ده؟ الازازه دي مش مليانه ليه؟ نبحث عدم استكمال بطولة الدوري والانسحاب من كأس مصر وعدم المشاركة في أفريقيا ومشاركة في جميع البطولات اللي الزمالك ممكن يشارك فيها، وندرس إغلاق النادي مش الانسحاب بس. هو يا جماعة فكرة الانسحابات اللي بقت ونغمة الانسحابات اللي بقت متكررة زيادة عن اللزوم في الفترة الأخيرة من نادي الزمالك. نادي الزمالك المفروض إن هو نادي كبير قولا واحدا، شاء من شاء وابى من ابى. نادي الزمالك واحد من اكبر الفرق على مستوى الوطن العربي كله. لما يطلع كل شويه مع اي حدث، سواء كان عليك حق سواء كان عليك حق، بتهدد من الانسحاب من بطوله انت موجود فيها. بناء على ايه؟ معلش سيبك من اللي فات، بس بناء على ايه في بطوله السوبر المصري انت بتهدد بالانسحاب؟ مين اللي غلطان؟ يعني ايه في تعنت ضدك من الاماراتيين او من الامارات او من اللي قايمين على تنظيم البطوله لمجرد ان في لعيبه عندك انت اثرت وقاموا بالاعتداء على فرد من افراد الامن اللي موجودين في ملعب المباراه، علشان يطلع كابتن عبد الواحد السيد اثناء التحقيق معاه يقول احنا كنا مفكرين ان الشخص اللي كان موجود او اللواء اللي تم الاعتداء عليه بالضرب ده كان مصري اهلاوي مش اماراتي. يعني معلش، هو لو كان اماراتي كنت ما كنتش هتضربه؟ هو اللي احنا وصلنا الدنيا كلها بقت كده. يعني انا دلوقتي مثلا متاح ليك عشان انت زملكاوي او انت نادي الزمالك، لو لقيت واحد عندك اهلاوي في الماتش اللي انت موجود فيه من حقك ان انت تضربه، والعكس بقى. وما نحولهاش بقى يا جماعه، ما تبقاش كوره بقى، ده تبقى مصارعه وتبقى بلطجه، ما تبقاش كوره حرفيا. ايه ان انا اطلع بدل ما اطلع واقدم اعتذار للراجل واقدم اعتذار للشعب الاماراتي اللي ما قصروش معانا، دوله الامارات ما قصروش معانا، احسن استقبال، احسن ضيافه، احسن ملاعب، احسن اقامه، احسن كل حاجه، من اقدم فرقه لاحدث فرقه موجوده، الشعب الاماراتي قام معانا بالواجب. انا ليه بقى بدل ما اطلع واعتذر واعمل كل الكلام ده اعمل بوليكه تمام وما احاولش ان انا اغلط اللعيبه بتاعتي، مع ان الدنيا كلها شافت الفيديو بتاع مصطفى بيه شلبي وهو بيلعب مصارعه مع الراجل جاي من بعيد وبيجري، مش همه كل اللي واقفين وبينزل ضرب عليه؟ ليه يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ معلش انا اسف، انا اسف. بعيدا الكلام ده، بعيدا عن كره قدم، بعيدا عن اهلاوي، بعيدا عن زملكاوي، انت كزملكاوي لما جه امام عاشور دافع عن شرفه وعرضه على واحد عاكس مراته كنت بتتمنى ان هو يتحبس قولا واحدا، شاء من شاء وابى من ابى الا من رحم ربي. دلوقتي حصل موقف شبيه بنفس القصه، عشان الناس بتتكلم وتقول، تطلع انت تقول انا بهدد بالانسحاب. عيب، انت نادي كبير، عيب انت نادي ليك قيمه، عيب انت نادي ليك وضعك، ليك جماهيريتك، ليك شعبيتك، ليك اسمك، ليك كل حاجه. ما ينفعش كابتن حسين لبيب كل لما يتعثر في اي حاجه ما يعرفش يعمل فيها حاجه يطلع يعمل نوش انا بهدد بالانسحاب. ليه؟